اللاعب الحيوان ادموندو. انا مش بشتمه على فكره. اللاعب البرازيلي الملقب بالحيوان في 2 ابريل سنه 1971 في مدينه نيتروي في البرازيل اتولد البرازيلي ألفيس ادموندو. يعتبر اكتر لاعب برازيلي مثير للجدل. يا راجل ده اتطرد في سنه واحده بس 7 مرات، انت متخيل؟ وكانت في سنه 1997. ادموندو اكتسب سمعة بشعة جدا باعتباره واحد من ابرز الاشرار في كرة القدم بعد تاريخ طويل من المشاجرات والخلافات واتهامات بالقتل والسجن، بس كان لفترة قصيرة جدا. ادموندو الحيوان ضيع مسيرته بسبب عقليته الضاربة دي، وضيع حلم فيرونتينا بالتتويج بالاسكوتيتو في سنة 1999. بعد اصابة باتيستوتا ساب الفريق وسافر للبرازيل. تخيل انت عزيزي ابو الكباتن ليه؟ علشان يحضر مهرجان رقص في البرازيل. مش بقول لك دماغه ضربة؟ وكانت علاقته مع زميله روماريو في فريق فاسكو دي جاما دايما بتتصدر عناوين الصحف بسبب انهم كل شوية يتعاركوا زي ميدو ابراهيموفيتش كده، مع انهم الاثنين كانوا عاملين ثنائيه جامده جدا وهزموا مانشستر يونايتد في مونديال كاس العالم للانديه اللي كان في البرازيل 3-1. وفي سنه 1999 تعرض ادموندو للانتقادات من منظمه حقوق الحيوان، وده بسبب ايه؟ وده علشان انه اجر سيرك للاستعراض في حديقه منزله وشرب الشمبانزي ويسكي. انا مش عارف المعلومه دي هتهمك ولا لا. الشمبانزي كان اسمه بيدرينو. اسيبك انا بقى مع لقطات المجنون ده. سلام.